السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اول حاجة بحب ابدأ بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. انا اسمي آية ودي قناتي. لو ما اشتركتيش معايا ياريت تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول حاجة النهاردة احنا هنعمل اكلة جميلة جدا، هي اكلة شامية اسمها شيخ المحشي. اخواتنا السوريين والعراق بيعملوها وطعمها لذيذ جدا. انا عن نفسي كانت ماما الله يرحمها كانت بتعملها لنا، بس كانت بتعملها لنا باللبن. انما الوصفه اساسا اللي هي شيخ المحشي اصلها بتتعمل باللبن الرايب او بتتعمل بالزبادي، حاجه من الاتنين. فبتختاري الكوسة، يعني لا تكون صغيرة ولا كبيرة، تكون وسط كده وتكون ملحمة شوية، عشان احنا لما بنيجي نقورها ما بنشيلش كتير من القلب، بنبقى عايزينها تخينة شوية وفيها لحم عشان هي اساس الوصفة كده. جبت هنا كوسة، الكمية دي معايا كيلو ونص. قورتها كده وبسيب من اللحم بتاعها. اول حاجه طبعا بغسلها وبشيل منها من الطرفين يعني بتوعها، من هنا ومن هنا بشيلها بالسكينه وبقورها كويس. وبعد ما بقورها بكون عاملاها بالمقوره كده، اللي هو يعني بعمل لها زي خطوط كده، بتدي منظر حلو. وكمان لو فيها اتربه بتتشال كمان من الحركه دي. هجيب بقى بصله كده كبيره عشان احضر العصاج. انا مثلا هحضر ربع كيلو لحمة مفرومة، يبقى قصادها ربع كيلو بصل. في البصلاية الكبيرة دي هي ربع كيلو. هنزل كده في المقلاية بالبصلة، يكون زيت سخن. وبعد كده اقوم موطيه النار بعد اما انزل البصلاية، عشان انا عايزاها تدبل على نار يعني وسط. هقلب فيها كده، حطيت عليها ملح عشان تدبل بسرعة. هقلب فيها لحد ما توصل للمرحلة اللي انا عايزاها، اللي هي دي تبقى دبلانة لونها شفاف، ما تتحمرش خالص. هنزل بقى هجيب معايا ربع كيلو لحمة مفرومة، وهديلها برضو صدمة والنار عالية شوية. هديلها صدمة تاخد اللون بتاعها، وبعد كده برضو ههدي النار. العصاج المرة دي انا كل مرة لما اجي اعمل عصاج في اي حشوة بضيف له طبعا فلفل اخضر او فلفل الوان اللي هو الرومي، بس الوصفة دي ما بينضافش فيها اي نوع فلفل خالص. هي العصاج بس كده مع البصلة، اللحمة مع البصلة، وبيتحط ملح وفلفل بس. هي ما بيتزودش حاجة عن كده خالص، عشان التوابل ما تغيرش في طعم العصاج. واحنا عايزين نعملها بالظبط زي اخواتنا السوريين والعراقيين. انا بصراحة الوصفة دي انا اصلا دقتها في مطعم سوري عندنا هنا، عجبتني جدا جدا. وعرفت ان هي كمان بتتعمل من اللبن الرايب مش من اللبن العادي. وساعات هما بيضيفوا، ساعات بيضيفوا كوباية لبن او كوباية الا ربع لبن كده، عشان يخلوا يضربوا مع اللبن الرايب او مع الزبادي ان هو يبقى كريمي شوية، بس مش اكتر. انما اساس الوصفة اللبن الرايب او الزبادي من غير حليب كتير. بجيب بقى الكوسة كده بعد ما غسلتها برضو تاني وصفتها كده، كنت مقلباها طبعا في الطبق كده عشان تنزل ميتها. وبعد ما كنت عملتها بالمقورة زي ما قلت لكم كده، ان انا اعمل لها الخطوط اللي فيها دي، غسلتها ونضفتها وكل حاجة وصفتها. وبدأت بقى ان انا احشيها بالعصاج. وزي ما انتوا شايفين الكوساية مش متقورة، مش متاخد من لحمها كتير، لازم يكون فيها لحم، لان لو ما فيهاش لحم هتيجي تسويها. عشان تعملي الخطوة دي بقى بجيب حبة زيت وهنزلها كده بقى في الزيت تاخد لون بس. مش هنسويها في الزيت، لا هي تاخد لون. عشان كده حطيت حبة زيت صغيرين مش كتير، تاخد لون كده وتتشوح. شوفوا بقى الكوسه بقت شكلها عامل ازاي اول ما الزيت بتنزل كده، تاخد صدمه في الزيت، لونها بيبقى اخضر يعني حلو كده، بقى مزهزه كده عن ما كانت لسه قبل ما تنزل في الزيت.
خلاص اديت لها اللون اللي انا عايزاه، هو اللون ده الذهبي ده، ما تغمقش عن كده، عشان برضو الغلاف بتاع الكوسة ما ينشفش وما يبقاش عامل قشرة ناشفة. بطلعها بقى من الزيت كده وبحط التانيين اللي باقيين. اهم حاجة بقى لو وصلتي هنا لحد الفيديو ما تنسيش الاشتراك وتفعلي زر الجرس واللايك عشان يوصلك كل جديد. كده خلصت كل الكمية اللي معايا. الكوسايه اللي هي في الزيت اللي مفتوحه دي وانا بقورها للاسف المقور دخل فيها، يعني خلاها تتقسم نصين، بس مش مشكله، مفيش حاجه بتعطلنا يعني، برضو حشيتها واحتفظت باللحمه جواها ما نزلتهاش. بعد كده بقى بعد ما خلصت كميه كده هسيبها تهدى. يفضل ان احنا نطلعها على مناديل المطبخ عشان الزيت يتشرب منها يعني. جبت هنا بقى كيلو لبن رايب، هو كان عندي وراب، يعني مش انا اللي مروبه، هو راب نسيته بره التلاجة فراب، فاحتفظت بيه في الفريزر، وجي وقته بقى ان انا اطلعه. كيلو لبن رايب وحطيت عليه زي يعني كوبايه الا ربع من اللبن الحليب اللي هو الصحيح، مش رايب ولا اي حاجه. وبعد كده بعد ما احط كوبايه الحليب، كل ده على البارد، يعني دلوقتي اللبن الرايب ده ساقع طالع من الفريزر، خليته يهدى شويه وبعد كده قمت مكسراه. وبعد كده عملته في الخلاط على اساس ان انا اخليه كريمي كده بالمنظر ده وما يبقاش فيه قطعه. بعد كده حطيت الكوبايه الا ربع لبن حليب، وبعد كده حطيت معلقتين من النشا، معلقتين حلوين قوي. عايزه تزودي وتخلي قوامه اتقل حطي 3 معالق، بس انا حطيت معلقتين مليانين من بتوع الاكل. وبعد كده قلبتهم على البارد الاول ورفعتهم بعد كده على النار، وقعدت اقلب فيه عشان مفيش حاجه تلزق، الحله ستانلس، فلازم تقلبي تقلبي لحد ما تلاقي القوام بدأ يتقل. اول ما تلاقيه بدأ يتقل بتقومي نازله بالكوسه في قلب الحليب ده، اللبن الرايب ده. واهم حاجه ما تنسيش الملح والفلفل، ده برضو البهارات اللي بتتحط بس ما بينضافش اكتر من كده، ملح وفلفل. وبعد كده تقومي ضايفه الكوسه بعد ما هدت شويه. بضيف بقى الكوسه واخليها كده يعني في قلب الحليب من جوه، الرايب ده من جوه. ما تحطيش اللبن الرايب قبل ما تكوني ضرباه في الخلاط عشان هيبقى قطع معاكي على النار، لازم تضربيه في الخلاط عشان يبقى كريمي كده، هتحسي ان هو كريمي ما هوش قطع، مش زي الزبادي. وبرده لو استخدمتي زبادي برضو لازم يتضرب في الخلاط قبل ما تنزليه مع كوبايه اللبن، الكوبايه الا ربع اللي احنا بنضيفها. هخلي بقى هغطس فيها الكوسه كده اللي باللحمه دي، واقوم مغطيه النار واسيبها على النار. احنا اتفقنا ان هي مش مستويه، العصاج هو اللي مستوي انما الكوسه مش مستويه، الكوسه خدت بس صدمه على النار. بعد كده هسيبها بقى نص ساعه على النار، اطلع كوسايه كده الاقيها خلاص المعلقه دخلت فيها وقادره ان انا اكلها، خلاص ما عادش بتقرش، تمام. هقدم بقى احضر الطبق بتاعي كده بعد ما طفيت عليها وشفتها استوت وبقت زي الفل ودقت ملحها وكله تمام. هقدم بقى الطبق كده، عملت رز بشعرية، هما بيعملوها مع رز بشعرية، وقدمت الكوسة مع الرز بشعرية كده، وهحط الصوص من فوق، وكان عندي شوية عصاج حطيتهم برضو من فوق عليهم، وكزبرة خضراء. الصوص ده بقى بيبقى طعمه جميل جدا، بيبقى فيه طعم الزبادي كده بس مملح. هما بيعملوها كده باللبن الرايب او بالزبادي عشان اللسعة دي. بصراحة كان طعمها جميل جدا، زي ما انا قلت لكم ماما كانت بتعملها بس باللبن العادي. دي طريقة ودي طريقة والاتنين حلوين بصراحة. هندوق بقى الطعم كده.
شايفين الكوسة مستوية ازاي، والطعم خطير مع الصوص اللي هو بتاع الرايب ده، جميل جدا.